ورؤساء وزراء حكومات دبلوماسية وسفراء دول وقيادات إقليمية ودولية وموظفين أمميين. لقد خاطبتكم بعد قبولي لتكليف منصب نائب رئيس مجلس السيادة، والذي جاء خلال هذه الفترة العصيبة من تاريخ بلادنا التي تواجه أكبر تهديدات لوجودها ووحدتها كدولة ولسيادتها وأراضيها. لقد تعهدت لكم في ذلك الخطاب بأني وزملائي سنبذل كل جهودنا وطاقاتنا للعمل على إنهاء هذا الحرب بعاجل ما يمكن وتخفيف آثاره الإنسانية والمعاناة الواقعة على شعبنا. واليوم أجدد وعدي لكم من داخل السودان بعد نجاح جولة اللقاءات الخارجية في إحباط العديد من المؤامرات التي كانت تحاك ضد بلادنا وسيادة ووحدة أراضيها. إن بلادنا لا زالت تمر باختبار كبير يهددنا جميعا ما لم تتوحد كلمتنا وإرادتنا لوضع مصلحة البلاد أولا بعيدا عن أي مطالب ذاتية أو سياسية. خلال جولتي وفي لقاءاتي مع القوى السياسية والمجموعات المدنية السودانية والإعلاميين والمواطنين السودانيين في الخارج الذين أجبرتهم ظروف الحرب لمغادرة البلاد، استعرضت وناقشت تفاصيل خارطة الطريق التي تتعمل حكومة السودان في الفترة القادمة من أجل تنفيذها لإيقاف الحرب. تبدأ خارطة الطريق بالتوصل لوقف إطلاق نار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة، وتحديد مواقع تجميع قوات الدعم السريع المتمردة بعيدا عن المناطق المدنية للفصل بين القوات، والالتزام بعدم تعرض المواطنين لخطر الاقتتال، وذلك حتى تكتمل عملية وضع إجراءات خارطة الطريق الترتيبات الأمنية لتلك القوات. ويعقب ذلك بداية العملية الإنسانية بإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في المناطق المتضررة من الحرب. كما سنقوم بالتركيز أيضا على ضمان حياة طبيعية بقدر الإمكان للمواطنين السودانيين في ولايات السودان غير المتأثرة بالحرب، وهذا من أولوياتي التي سأشرف على أن تقوم بها الجهاز الحكومي التنفيذي في الفترة القادمة. ستعقب هذه الخطوات الشروع في تصميم عملية سياسية شاملة تضم جميع القوى السياسية المدنية الراقبة والمهتمة بتأسيس الدولة السودانية، ويكون الهدف منها هو مخاطبة القضايا التأسيسية للدولة السودانية من أجل بناء نظام دستوري وسياسي مستقل، وابتعاد القوى السياسية عن الصراع حول تشكيل فترة الانتقال لتقاسم مقاعد السلطة أو الحكم. إن طريق الانتخابات التي تقوم على أساس الدستور واختيار الشعب السوداني لقياداته يجب أن يكون هو الوحيد لتولي مقاصد الحكم ومسؤولية البلاد. إن الفترة التأسيسية التي تتعقب إيقاف هذا الحرب ستكون لإنجاز مهام تتعلق بالإصلاح وإعادة الإعمار، بالإضافة لتحية البلاد لممارسة سياسية راشدة تؤسس لبناء دولة سودانية وتستهدف بشعارات الحرية والسلام والعدالة التي رفعتها ثورة ديسمبر المجيدة. تتضمن هذه التألية كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ليعاد بناؤها على أسس وطنية ستسمح لبلادنا أن تقف على قدميها مرة أخرى. بعد هذا الاختبار العظيم لننطلق في رحلة التنمية والإعمار، وكل هذه الخطوات ستكون على مسمع ومتابعة الشعب السوداني، سيما وأنني أتشاور مع مختصين إعلاميين من رؤساء تحرير صحف وكتاب ومحللين ومقدمي برامج على التأسيس لإعلام سوداني يمكنهم أن يعكس واقعنا كما هو ويعبر عن تطلعات السودانيين. الشعب السوداني الصادق إن الوضع يحتم علينا تشكيل حكومة لتسيير دولاب الدولة لتنفيذ مهمتين أساسيتين، أولاهما تقديم الخدمات وإعادة البناء والتعمير ما دمرته الحرب، وثانيهم العمل مع القوى السياسية لهيكلة وتأسيس الدولة والتحضير وتهيئة المناخ لظروف القيام مؤتمر تأسيسي ودستوري يقودنا إلى قيام الانتخابات والتبادل السلمي للسلطة. أولويات الفترة القادمة: 1.
توزيع ودعم تنفيذ خارطة طريق لإيقاف الحرب، وتسهيل كافة عمليات الإغاثة الإنسانية، وتسهيل وصول المساعدات للمواطنين المحتاجين في كل أقاليم السودان. 2. استمرار التواصل مع كافة الأطراف وهو ما لم يتوقف عنه للحد من رقعة انتشار الحرب ومنع انتشارها لمناطق جديدة. 3. ضمان انسياب المرتبات للعاملين في الخدمة المدنية ومجال تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وهنا لا يسعني إلا أن أتقدم بتحية الشكر والامتنان والتقدير للأطباء والمهندسين والعمال في قطاع الكهرباء والمياه والمعلمين وغيرهم من الأبطال والعظماء الذين واصلوا تقديم خدماتهم الهامة لأبناء وبنات شعبنا في هذه الظروف القاهرة، وكذلك الشباب والشابات المتطوعين في غرف الطوارئ ولجان المقاومة الذين لم يتوقفوا مخاطر الحرب من العمل على تخفيف المعاناة وتوفير حوجات المواطنين. 4. التوصل مع القطاع الخاص وإنشاده بعدم السماح لاقتصاد الحقر بزيادة معاناة المواطنين، وسنتناول معه تسهيل كافة العقبات التي تقف أمام استمرار استيراد السلع الأساسية وخصوصا الأدوية والمستلزمات الطبية والمطلوبات الغذائية وغيرها من المستلزمات الضرورية للحياة. إن حكومة السودان وقواتها النظامية ستتعامل بحسم مع قضية مراجعة وضع المجرمين الذين فروا من السجون، وندرك أن هذا الأمر يشكل تهديدا أمنيا بالغ الخطورة، وأيضا قضية قادة النظام السابق الذين خرجوا من السجون، وهي قضية حساسة ذات طابع أمني سياسي تتطلب الحسم. الشعب السوداني الكريم، سأقوم في الأيام القادمة بالاجتماع مع ولاة الولايات المختلفة للعمل على تنفيذ خطة لتسهيل دولاب الدولة واستعادة الحياة الطبيعية في البلاد بقدر الإمكان، وسنحرص على مخاطبة ملف أوضاع مواطنينا في معسكرات النزوح واللجوء في دول الجوار والعالقين في المعابر، وهي قضية تناولتها في لقاء الخارجية مع حكومات الدول في الجوار ومع المانحين للتوصل إلى إجراءات لتخفيف المعاناة الواقع عليه. في الختام أوجه عدد من الرسائل. الرسالة الأولى لشعبنا الصامت الذي تكاثرت عليه القوائم الثمان. لا يسعني إلا أن أعتذر لكم عن الفشل السياسي والفشل في تأسيس وهيكلة الدولة السودانية، هو الذي قادنا وقاد بلادنا إلى هذه الهاوية المظلمة، ولا بد من استعادة معاييرنا السياسية ونبدأ بعملية النقد الذاتي. لقد خبرت بنفسي مآسي ومصائب الحرب ب4 عقود من عمري، فقدت فيها أهلي وأحبابي وأعزائي، ولهذا أجدد لكم التزامي بالعمل المستمر وتسخير كافة جهودي وطاقاتي من أجل إيقاف هذه الحرب وتقصير أمدها وتخفيف آثارها على بلادنا وشعبنا. الرسالة الثانية للقوات النظامية من قوات الشعب المسلح، المؤسسة الوطنية العريقة، وهي تقاتل في هذه الظرف والحرب الرسالة، وجهاز المخابرات العامة، صمام الأمان والأمن، وقوات الشرطة، عين السودان الساهرة التي تؤدي واجبها في الصمت برغم الظروف القاهرة. وهنا أثني على دورهم جميعا. إن الحرب ستتوقف في نهاية الأمر على مائدة التفاوض، وهذه الحرب لها أسباب سياسية متعلقة بتركة الفساد وسوء إدارة التعددية السودانية التي ورثتها بلادنا على مر الحكومات المتعاقبة، لا سيما في عهد النظام المخلوق. ولهذا فإن بناء وتأسيس دولة السودان ما بعد الحرب التي تعالج مشاكل بشكل نهائي أسباب مشكلة الحروب في السودان لا سبيل له إلا عبر تنفيذ العاجل لخارطة الطريق، وهذه الخارطة تهدف من ضمن أخرى للوصول إلى جيش مهني وطني واحد، وإلغاء أي مظاهر وجود عسكري أو شبه عسكري خارج قيادات القوات المسلحة السودانية. وأذكر بأن واجبنا الوطني الأساسي هو حماية المواطنين والدستور وضمان أمنهم وسلامتهم. الرسالة الثالثة لقوات الدعم السريع وقياداتها
اتركوا عنكم الخلوات وانظروا بعين المسؤولية إلى ما حدث ويحدث، فإن دواعي الحرب المعلنة من طرفكم من بناء دولة الديمقراطية ومحاربة الإسلاميين وإنهاء حكم دولة 56 كلها طغت عليها سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتموها من قتل واغتصاب وتهجير واحتلال بيوت ونحب ممتلكات المواطنين واحتلال المؤسسات الخدمية. وهذه الجرائم جعلت بينكم وبين الشعب السوداني قوة كبيرة. رغم تجربة بلادنا للحروب الأهلية والنزاعات المسلحة في مناطق عديدة من السودان، إلا أن حدة الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين لم تبلغ مبلغ انتهاكات قواتكم. وأناشدكم مرة أخرى بكف يد قواتكم عن المواطنين والمواطنات وترك الغلواء، ولا تأخذكم العزة بالجسم، وانتبهوا أنه لا وجود لجيشين لدولة واحدة. الرسالة الرابعة للشباب والنساء في بلاد الأبطال في غرف الطوارئ ولجان المقاومة: أنتم روح هذه البلاد وقلبها النابض ومستقبلها ونارتها المشرقة، وأنتم كالذهب لم تردكم نيران المصائب إلا بهاء وإشراقا ونقاء. ولكم كل التحية والتقدير لمجهوداتكم في الأحياء والمدن لتخفيف معاناة السودانيين. نساء بلادي اللائي تعرضن لانتهاكات متعددة بما فيها العنف ضدهن من اغتصاب فردية وجماعية، لن نترك هذه الجرائم تمر بلا مساءلة. كما أناشد الناشطين والناشطات ومنظمات المجتمع المدني بالاستمرار في توثيق كل جرائم العنف ضد النساء. الرسالة الخامسة للقوى السياسية والمدنية السودانية: التقيت بكثير منكم في جولتي الخارجية وسعيد على مسامع شعبنا ما قلته لكم، واتفق معي كثيرون منكم عليه. لا يمكن استمرار منهج المنافسة الحزبية والسعي لتحقيق مكاسب ذاتية ضيقة على حساب الوطن والمواطن، ولا يمكن الاستمرار في الرهان على المجهول، وأن محاولة سيطرة مجموعة أو كتلة أو حزب على الساحة السياسية وثقافة إقصاء الآخر أصبحت مرفوضة للشعب السوداني، ويجب أن لا نجرب المجرب. إنني أمد يدي لكم مرة أخرى لنعمل معا على إيقاف هذه الحرب اللعينة كهدف أول ووحيد في هذه المرحلة، وتخفيف آثارها على شعبنا، ولنترك كافة الخلافات الأخرى لتناقش حولها ونتفق عليها في مادة حوار سوداني يضمنا جميعا. الرسالة السادسة للمؤتمر الوطني والإسلاميين: لا أريد ولا أحد يستطيع أن يزايد عليكم في سودانيتكم ولا في ممارسة حقوقهم الكاملة ككل السودانيين وفي ممارسة حقوقهم. فلقد أتيحت لكم بطريقة أحادية إدارة الدولة السودانية 30 عاما، وليس هنالك مؤرخ باستطاعته أن يتجاوز في كتاباته أن أثناء حكمكم انفصل الجنوب، وهذا قليل من كثير. سيصعب عليكم إقناع الشعب السوداني بأنكم الخطر. المؤتمر الوطني كتنظيم سياسي يخطئ ويصيب، لذلك يجب أن تعودوا إلى نقد فترتكم منذ بدايتها، وليس من واقع ما بعد 13 إبريل. وراجعوا أين قصدتم وأين أخطأتم، وإن فوضى ما بعد 13 إبريل لن تكون بديلا تستمدون منه شرعياتكم كبديل مجرد. احفظوا بضاعتكم إنها منتهية الصلاحية. الرسالة السابعة والأخيرة للدول الجوار والمجتمع الإقليمي: إنني إذا تقدم لكم الشكر على جهودكم في تقديم مبادرات لإيقاف الحرب في السودان، هو جهد نتمنى أن يستمر ويكلل بتوحيد هذه المبادرات والمنابر. وأكرر هنا مرة أخرى أن تعدد المبادرات ومنابر التفاوض وجهود الوساطة لا يساعد في حل الأزمة، بل يؤدي وبشكل كبير إلى إطالة أمد الحرب والاقتتال. على دول الجوار والمجتمع الإقليمي أن ينتهزوا الفرصة لتفعيل مبدأ حل الإشكاليات الإفريقية في البيت الإفريقي، وعلى المجتمع الدولي أن يعمل على توحيد كلمته وأن يتفق للعمل بحياد ودون انحياز لأي طرف من أجل دعم جهود إيقاف هذه الحرب، ولا سيما الأمم المتحدة التي أنشئت بهدف
الهدف مراعاة سلام وتطلعات الدول الأعضاء دون أن تفرض عليه إملاءات. وهنا أدعو الأمين العام للأمم المتحدة للاستماع إلى مطالب السودان كدولة عضو دون فرض شخصيات غير منصوب فيها للاستمرار في التدخل في الشأن السوداني كما حدث مع رئيس بعثتكم إلى السودان. إن السودان وحكومته ليسا ضد الأمم المتحدة ولا البعثة التي هي من آلياتها، وتحفظنا فقط على طريقة عمل مندوبة، ولنعمل معا للحفاظ على العلاقة الجيدة بيننا. وعليه نعيد طلبنا بتغيير رئيس البعثة في السودان، ومع ذلك نذكر بأن التوصل إلى الحل هو في أيدي السودانيين. هنالك معاناة إنسانية كارثية تحدث في بلادنا، ولا يليق بالعالم التعامل معها بدونية وبمعايير منقوصة. أود أن ألفت نظركم إلى نقص جهود الإغاثة الإنسانية للسودانيين المتأثرين بالحرب هو أمر معيب في وجه الإنسانية الجمعاء. وكذلك ألفت نظركم إلى ضرورة مراعاة الثقافة الغذائية للمواطنين السودانيين عند اختيار مواد الإغاثة في مناطق السودان المختلفة. الشعب السوداني الأبي، إن بلادنا تمر بوقت عصيب، ولكن يجب علينا أن نستمر في العمل بجهد من أجل استعادة السودان والاستقرار والأمن والأمان إلى سوداننا العزيز حتى ينتصر ويزدهر. حفظ الله السودان وشعب السودان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى